فهد الهريفي نادي الهلال يمتلك فارق عن فرق غرب آسيا والمسابقات المحلية لأنه يمتلك مدرب من طينة الكبار. لكن يستغل أن يتكلم معكم في مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد بما أنها على أرض الهلال، وهذا الفريق اللي أنا أشوف أنه فارق كثير عن الفرق في آسيا، في غرب آسيا وفي المسابقات المحلية. ليش فارق؟ لأنه يملك مدرب من طينة الكبار، يملك ركائز أساسية، يملك منهج تدريبي رائع، محسن توظيف هالكوكبة اللي معاه. الهلال لا في دفاع لا في هجوم، الأرقام تتكلم عنه، لكنك تتكلم على تحولات، تتكلم على صناع لعب، على هدافين داخل الملعب، على لاعب حركيين، على مساندة، على حركة بدون كرة، على ضغط على حامل الكرة، على قوة بدنية، على تنافس وشغف بين اللاعبين. كل هذه تجعلني أقول أنه فرق كبير بين الهلال والاتحاد، وأشوف أنه سيحسمها من المباراة الأولى. جيسوس بينه وبين المدربين الدوري فوارق كثيرة في هذه الكوكبة. جيسوس عنده فرق كبير بينه وبين مدربين الدوري. الاتحاد قريب جدا من منهج سبهان. سبهان أقوى. شوف الهلال سوى في سبهان ذهابا وإيابا، فالفروقات متواجدة. القوة البدنية رائعة، الشغف والتنافس بين اللاعبين متواجد، لذلك في كل مباراة تشوف 2 3 غير اللي مستمرين في التألق. ولما يجيك في نهاية موسم ووقت حصاد وتشوف اللاعبين يتنافسون ولديهم شغف كبير في من يستلم، خسس وطريقته يحسم مباريات من أول ربع ساعة، فما بالك أنه من تشكيلته هذه واختياراته في الآسيوية واضح أنه بيلعب هجوم، يلعب ضاغط. طيب، رجوع متروفيتش وكيف الاتحاد يحاول يصعب على الهلال في هذه المباراة خاصة أنها خارجة. متروفيتش لاعب عرضيات ورائع في الون تو. متروفيتش تعرفون أنه لاعب عرضيات من أفضل اللاعبين، يتمركز الون تو رائع فيه، سحب الدفاع، خلق مساحات للقادم من الخلف، هداف قناص، رجله على الباب رائية رائع. أكيد أنه بيخلق صعوبة في دفاع الاتحاد. طيب، الاتحاد كيف يصعب؟ النقطة الأولى، يجب أنه يحاول يمنع طلوع أطراف الهلال اللي تأتي من الخلف. نتكلم على الأظهرة، نتكلم على سافوتش، وهذه بيلقى فيها صعوبة نوعا ما، لأنه ما شاء الله متمكنين كمجموعة كتقدم. تتكلم على سعود، تتكلم على ياسر أو البريك أو لودي، يعني كل هذولا شربوا الطريقة أو المنهج الجوسوس اللي قاعد يلعب على الفرق الأخرى. مثلا الهلال في ميزة لا توجد في الفرق الأخرى، الثقة في حامل الكرة. اللاعبين أول واحد ما يستلم فيهم الكرة الكل يتحرك، ما عنده خوف أنها تنقطع، بعدين أنا أقول مركزي وأشياء هذه. تبغى تفوز على الهلال، تغطية منطقة رجل لرجل، وليست تغطية منطقة فقط اللاعب، لا، في نص ملعبك، في ظل رجوعك وكثافتك، غطي رجل لرجل واطلع شوي من الصندوق، مثل ما يفعل الفيحاء دائما امام الهلال. لكنك تبغى تتراجع وتبي تلعب كورتك، والمشكله الاتحاد انه لا يجيد التحولات، ما عنده لعيبه صراع. الكل مثلا انت تشوف ليش الاتحاديين لا يجدون التحولات؟ وليش دائما ما يكون هناك غياب، خاصه امام الهلال، غياب لحمد الله، روما؟ لان صراحه الاتحاد لا يجد التحولات، يحاولون يفضون الاطراف للاظهره، لروما في ناحية الطرف. يعني اللاعب الهجوم يحاول يحمل الكرة أكثر من أنه يطلب الفراغ، فلذلك تلقى فيه غياب، تلقى فيه ندرة للعب مع العمق أمام الهلال. فلذلك أنت يعني لازم تحاول في التحولات السريعة، في طلب الكرة في المساحات مع تقدم أظهرة الهلال. هذا الطرق الوحيدة اللي تقدر تصعب معها مع الهلال وتجاريه وتمنعه من تسجيل الأهداف. هذه كخطوة أولى. لا تلعب كأنك لاعب مباراة مفتوحة،
لا تحاول أنك تعتمد على حلولك، مثل حمد الله حلوله كانتي حلوله في التقدم والمساندة، تترك فراغات يجيدها الهلال، لأن الفريق الهلالي قوة بدنية عالية، لياقة، ترابط بين الخطوط، من أول ما يدافع ويضغط على حامل الكرة هم المهاجمين، فبتلقى صعوبة، لكنك بتحاول بهذه الطريقة أنك تصعب على فريق الهلال.